واحدة وهي بتتصفح على النت عادي تلاقي نفسها انها ترند رقم 1 في مصر. والمصيبة بقى لما تدخل علشان تشوف نفسها هي بقت ترند في ايه، تتفاجئ ان صور وفيديوهات ليها موجودة على مواقع الغير اخلاقية، فتتصدم ورد فعلها يبقى غير متوقع اطلاقا. رد فعلها كان ايه وايه اللي وصلها للمرحلة دي ومين اللي عمل فيها كده وازاي اهلها والشرطة هيتعاملوا مع الموضوع ده، كل ده هنعرفه دلوقتي ان شاء الله. يلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ كالعادة ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وخليك فاكر دايما ان المحتوى ده حصري ومش هتلاقيه في اي حتة تانية، فما تنساش تعمل لايك واشتراك علشان يوصلك كل جديد. انا احمد حسني وده برنامج الحكاية من الاخر. اهلا بيكم مرة تانية. اللي في الصورة دي اسمها دعاء عبد الحميد، عندها 17 سنة ومن محافظة القاهرة تحديدا منطقة المقطم. دعاء كانت بنت محترمة جدا لانها متربية في بيت محترم وملتزم، خصوصا ابوها عبد الحميد اللي كان شغال موظف في شركة الغاز، وكان نفسه عياله يطلعوا محترمين وحافظين كتاب الله. علشان كده عبد الحميد دخل دعاء مدرسة أزهرية علشان تتعلم أصول الدين وتحفظ القرآن الكريم وتتربى صح. وفعلا دعاء هتطلع متربية، ولكن هيحصل حاجة هتغير حياتها 180 درجة. ايه الحاجة دي؟ هنعرفها كمان شوية ان شاء الله. المهم دعاء كانت ساعتها في تالتة ثانوي أزهري، بس ما كانتش بتذاكر قوي وبتدلع زيادة عن اللزوم، علشان كده بتجيب مجموع قليل جدا في الثانوية العامة، وتقرر انها ما تكملش في التعليم الازهري وتحول لجامعة حكومية عادية. ساعتها ابوها حاول يمنعها ويخليها تكمل في التعليم الازهري، ولكن كانت هي مصممة انها تنقل، وقالت له انها مش قادرة على التعليم الازهري لانه صعب جدا. وفعلا ابوها يقتنع بكلامها ويسيبها تنقل في الجامعة اللي هي شايفاها مناسبة ليها. يا ريتك يا حاج عبد الحميد ما كنت خليتها تنقل، لان القرار ده هيبقى السبب في تدمير حياتها. المهم دعاء تفضل تدور على ايه اكتر جامعة مناسبة ليها، فما تلاقيش قدامها غير كلية التجارة جامعة القاهرة، وفعلا تقدم وتعمل معادلة للشهادة الازهرية وتدخل جامعة القاهرة. ساعتها دعاء في اول يوم دراسة تنبهر من كمية التحرر اللي البنات والصبيان فيه، لان البنات كانت مسيبة شعرها عادي وبتلبس بناطيل جينسي ضيقة، والصبيان كانوا بيهزروا براحتهم مع البنات. وده طبعا بالنسبة لها كان شيء غريب، لانها طول عمرها في التعليم الازهري اللي بيمنع اي بنت انها تسيب شعرها وبيمنع الاختلاط ما بين الصبيان والبنات. فساعتها الموضوع كان بالنسبة لدعاء مبهر جدا، وكانت متضايقة من لبسها الواسع اللي كانت لابساه، لدرجة انها ما دخلتش المحاضرة في اليوم ده وراحت البيت علشان تبدأ تغير من لبسها واحدة واحدة، لدرجة انها جابت بنطلون جينز علشان تلبسه وتروح بيه الجامعة. ساعتها امها شادية اول ما شافتها لابسة البنطلون الجينز حاولت تمنعها انها تروح بيه الجامعة او تنزل بيه، ولكن دعاء فضلت تتحايل عليها وقالت لها ان البنات كلها في الجامعة بتلبس كده وده الطبيعي. وفعلا في الاخر امها شادية تسيبها تنزل بالجينز وتقول لها براحتك، بس ابوكي لو شافك كده هيزعقلك. فدعاء طنشت كلام امها وصممت انها تنزل برضو باللبس ده. وساعتها دعاء وهي ماشية كانت فرحانة جدا، اللي هو اخيرا لبست اللبس اللي كانت نفسها تلبسه من زمان، وحست ساعتها انها متحررة زي البنات اللي في سنها. وفعلا دعاء تروح الجامعة وتبدأ تتعرف على البنات وتضحك وتهزر معاهم وكأنها واحدة منهم بالظبط. وبعد ما اليوم يخلص ودعاء تروح البيت، أبوها يشوفها وهي راجعة من الجامعة ولابسة بنطلون جينز. ساعتها الحاج عبد الحميد ابتسم وقال لها ما شاء الله بنتي دعاء القمر كبرت وبقت بتلبس على الموضة. وساعتها أبوها عبد الحميد دعالها وقال لها
ربنا يحفظك من كل عين يا رب. وبكل هدوء قعد معاها وفهمها وقال لها انت دلوقتي كبيرة وتلبسي اللي انت عايزاه، وانا مستحيل اغصب عليكي تلبسي لبس معين، بس اهم حاجة انك تحافظي على نفسك وما تقربيش من اي ولد. طبعا رد فعل ابوها عبد الحميد ده ما حصلش، بالعكس ده اول ما شافها لابسة بنطلون جينز اتعصب عليها جامد ومسكها ضربها بالاقلام على وشها وقال لها ايه القرف اللي انت لابساه ده، اهو ده اللي كنت خايف منه انك تبقي متبرجة لما تدخلي الجامعة. والله العظيم من هنا ورايح لو شفتك لابسة لبس مش محتشم او ضيق لهقعدك من الجامعة ومش هخليكي تكملي تعليمك خالص. ساعتها دعاء تقول له حاضر وتدخل الأوضة بتاعتها وتفضل تعيط مع نفسها. ولكن بعد ما تهدى شوية أمها شادية تخش عليها وتفهمها بالراحة وتقول لها انا وابوكي خايفين عليكي لاننا بنحبك وعايزينك تبقي احسن واحدة في الدنيا دي كلها. وفضلت امها تتكلم معاها لحد ما دعاء اقتنعت وفهمت ان هم بيحبوها علشان كده بيغيروا عليها. ومن اللحظة دي دعاء تبدأ تلبس اللبس المحتشم، ولكن بدل ما كانت بتلبس لبس ازدالات بقت بتلبس جيبة وبلوزة وفساتين واسعة وترجع تروح الجامعة من تاني وتعيش حياتها بشكل طبيعي. ويفضل الحال ده مستمر فترة كبيرة لحد ما زميل ليها اسمه أشرف يشوفها ويعجب بيها ويروح علشان يتكلم معاها ويتعرف عليها، ولكن دعاء تصده في الكلام وتكسفه وترفض انها تتكلم معاه اصلا. بس ساعتها أشرف مش بييأس وبيفضل يعاكس فيها ويقول لها كلام حلو على اساس انها تحبه ويلفت انتباهها. ومرة في مرة دعاء بدأت تستجيب ليه وتتكلم معاه عادي لانها ساعتها كان نفسها تحب وتتحب زي بقية البنات. وكمان كانت هي معجبة بأشرف بسبب لبسه الشيك اللي كان لابسه، بس كانت بتحاول على قد ما تقدر تقاوم مشاعرها اللي جواها. اولا علشان كانت خايفة من ابوها، وثانيا علشان كانت بتقول لنفسها انه ما يصحش انها تصاحب ولا تمشي مع ولد، بس في النهاية تستسلم لمشاعرها وقالت تجرب مش هتخسر حاجة يعني. بس المصيبة انها وقعت مع شخص استغلالي لأبعد الحدود، وهتفهموا كل ده كمان شوية ان شاء الله. المهم دعاء سمحت لأشرف ان هو يكلمها ويتعرفوا على بعض، ويوم ورا يوم دعاء بدأت تبادل أشرف نفس المشاعر اللي كان أشرف بيديها لها. ولكن دعاء كانت طول الوقت حاسة بتأنيب الضمير بسبب انها كانت بتحب من غير ما تعرف ابوها وامها، وكانت دايما حاسه انها بتعمل حاجه غلط. علشان كده قررت انها تقول لامها شاديه على كل حاجه، بما ان امها كانت بتتفاهم معاها عكس ابوها اللي كان بيضربها ومش بيتفاهم معاها. وفعلا دعاء قالت لامها انها بتحب ولد معاها في الجامعة وهو كمان بيحبها، ووعدها بعد ما يخلصوا الجامعة انه يجي يتقدم لها ويتجوزها. ساعتها امها شادية اول ما تسمع كده ما بتبقاش عارفة تقول لها ايه ولا تتصرف ازاي، وبتبقى محتارة جدا ما بين 3 اختيارات. اول حاجة انها تمنعها خالص وتقول لها لا ما ينفعش تحبي وتتحبي غير لما تكوني مخطوبة او متجوزة رسمي. وتاني حاجة ان شادية تقول لعبد الحميد وهو اللي يتصرف معاها. وتالت حاجة انها تحاول تصاحب بنتها وتفهم الموضوع ايه بالظبط من غير تعصب. عايزكوا تقولولي في الكومنتات انتوا لو مكانها هتتصرفوا ازاي. المهم وبعد تفكير كتير شادية قررت انها تصاحب بنتها وتبقى قريبة منها بدل ما البنت تعمل حاجة غلط من وراهم. وكمان علشان لو قالت لابوها عبد الحميد ان بنته بتحب ممكن ابوها يمسكها يموتها من الضرب، وهتبقى كده خسرت ثقة بنتها فيها. وفعلا شادية اخدت الموضوع بكل هدوء خالص وطلبت من بنتها انها تحكي لها على كل التفاصيل اللي حصلت. ولما بنتها حكت لها على كل حاجة شادية طلبت منها انها عايزة تتكلم مع زميلها اشرف علشان تتفاهم معاه
وتعرف منه ظروفه ايه. ساعتها دعاء فرحت من تصرف امها، وفي نفس الوقت حست ان وراها حد خايف عليها. وقبل ما اكمل احب اقول لك لو كنت فاكر ان تصرف الام ده صح تبقى غلطان، ولو كنت فاكر ان تصرف الام ده غلط برضو تبقى غلطان. ليه بقى؟ هنعرف دلوقتي ان شاء الله. المهم تاني يوم دعاء اتكلمت مع اشرف وقالت له انا امي عايزه اتكلمك. وساعتها اشرف علشان كان لافف وداير كتير عارف ان هو لو كلم امها هيكسب ثقتها اكتر واكتر، علشان كده اشرف وافق فورا ان هو يكلم ام دعاء. وفعلا اشرف كلم شاديه وقال لها ان هو معجب بتربيه دعاء جدا، وانه لو لف الدنيا دي كلها مش هيلاقي حد في احترامها، وانه مستني بس يخلص الجامعة بتاعته ويجهز نفسه وهيجي يخطب دعاء على طول من ابوها. ساعتها شادية لما تلاقي كلامه مؤدب ومحترم تبدأ تطمن شوية، ولما تقفل معاه تتكلم مع دعاء كأنها صاحبتها بالظبط مش امها، وتبدأ تنصح فيها وتقول لها اي حاجة تحصل لازم تيجي تقولها لي على طول، وما ينفعش تتكلمي معاه في كلام خارج ولا اي حاجة. فدعاء تقول لها حاضر هعمل كل اللي تقولي عليه. وبعد ما شادية تخلص كلام مع بنتها دعاء ما كانتش عارفة اللي عملته ده صح ولا غلط، بس في الاخر اقنعت نفسها اللي عملته ده صح، وهو برضو علشان يبقى فيه عريس جاهز بعد التخرج على طول، بدل ما البنت لسه هتستنى نصيبها يجيلها بعد التخرج. ويا عالم هيجيلها نصيبها ولا لا. المصيبة بقى ان دعاء من اللحظة دي هتبدأ تثق في اشرف جدا لدرجة انها تعشقه، وهو ده اللي كان عايزه اشرف ان دعاء تثق فيه. ويوم ورا يوم اشرف بدأ يكلم دعاء في كلام خارج، ولكن ساعتها دعاء كل ما اشرف يكلمها في كلام خارج كانت بتحاول تغير الكلام وتقول له ما ينفعش نتكلم في حاجة زي دي قبل الجواز. فساعتها اشرف كان بيعمل نفسه زعلان منها وكان بيقول لها انت مش واثقة فيا ولا بتحبيني، علشان اللي بيحب حد بيتكلم عادي معاه في الكلام ده. فدعاء علشان كانت اول مرة تحب ما كانتش فاهمة الكلام ده صح ولا غلط، وكمان للأسف مشاعرها وشهوتها غلبتها وسمحت لأشرف يكلمها كلام خارج وبقت تبادله نفس المشاعر. وكالعادة مش هينفع اوضح هما كانوا بيتكلموا في ايه، بس اعتقد انك فاهمين قصدي. المهم ويفضل الحال ده مستمر مدة كبيرة جدا لحد ما أشرف بدأ يطلب منها إنها تصور نفسها وهي باللبس الداخلي. ساعتها دعاء ترفض وتتعصب عليه وتقول له أنت فاكرني بنت مش محترمة ولا إيه؟ أنا مستحيل أعمل حاجة زي كده. وزعلت من أشرف جدا. فأشرف حاول يهديها ويقول لها إن هو مش قصده حاجة، ويقول لها أنا وإنتي بقينا واحد، وبعدين انا من اول لحظة بعتبرك مراتي وحلالي، وبصراحة انا اول مرة اعرف انك مش بتحبيني ولا بتثقي فيا. فساعتها دعاء قالت له الكلام ده ما اسموش حب ولا ثقة، دي اسمها قلة ادب وقلة تربية، وانت لو عايز كده نبقى نتجوز الاول. فاشرف لما لقى دعاء غلبته في الكلام قال لها براحتك، انت بتغلطي فيا وبتقولي عليا قليل الادب علشان بعتبرك مراتي وحلالي ومش بعمل ما بيننا فرق. في العموم انا هقفل ومش هكلمك تاني طالما انت بتعتبريني ان قليل الادب ومش محترم وكمان مش بتثقي فيا. فدعاء قالت له براحتك اعمل اللي انت عايزه، وفعلا قفلت السكة في وشه وقررت انها ما تكلمهوش تاني. وساعتها دعاء ما كانتش عارفة اللي بتعمله ده صح ولا غلط، وهل هو كويس فعلا ولا بيلعب بمشاعرها. علشان كده تقرر انها تقول لأمها شادية على كل حاجة وتاخد رأيها. ولكن رجعت في كلامها في نفس الوقت وقالت ازاي هتقول لأمها حاجة زي كده، وهيبقى شكلها ايه قدام أمها لما تعرف انها اتكلمت في حاجة زي كده مع أشرف. علشان كده قررت انها مش هتقول لأمها ومش هتكلم أشرف وهتركز في دراستها. ويعدي اسبوع والتاني ودعاء بدأت تحس بفراغ في مشاعرها وفي حياتها في العموم. والمصيبة بقى ان هي بدأت تحن لأشرف
اشرف والكلام معاه. ومش بس كده، دي الشهوة بتاعتها بدأت تغلبها وتخليها تحن للمشاعر اللي كانت بتحسها مع اشرف، وحاولت تقاوم مشاعرها، ولكن في الاخر الشيطان يسيطر على مشاعرها وخلاها تتصل باشرف وكمان تعتذر له على انها غلطت فيه، وقالت له ان هو قليل الادب ومش متربي. ساعتها اشرف فهم ان دعاء خلاص مش هتعرف تستغنى عنه تاني، وانه دلوقتي يقدر يطلب منها نفس الطلب تاني، وكان متأكد 100% انها هتوافق على طول. وفعلا في نفس المكالمة طلب منها نفس الطلب تاني، انها تبعت له صور غير اخلاقية ليها، وزي ما كان اشرف متوقع دعاء وافقت وبعتت له الصور علشان خافت لحسن اشرف يزعل منها ويسيبها، وقالت لنفسها هو كده كده هيتجوزني، يعني اللي بنعمله ده مش حرام. والمصيبة بقى يا ريت الموضوع يقف على كده، لا ده اشرف هيبدأ يطلب منها بلاوي. واول حاجة عملها بعد ما بعتت له الصور واتفرج عليها، بدأ يطلب منها انها تكلمه كاميرا ويعملوا حاجة غير اخلاقية مع بعض. وللأسف ساعتها دعاء ما قدرتش تقول له لا، ووافقت ان هما يفتحوا الكاميرا ويعملوا الحاجة الغير اخلاقية دي مع بعض. ولو كنت فاكر ان البلاوي هتقف على كده وبس، لا ده لسه في بلاوي كتير هتحصل، واللي فات ده كله كوم واللي جاي ده كوم تاني. لان اشرف اللي مش عارف اقول عليه ايه بصراحة، كان بيسجل لها الشاشة فيديو وهم بيعملوا الحاجات دي من غير ما دعاء تعرف ان هو بيسجل لها الشاشة فيديو، ويفضل الحال ده مستمر فترة قصيرة جدا لحد ما اشرف يطلب من دعاء انها تجيله البيت ويقربوا من بعض اكتر واكتر. ساعتها دعاء فهمت قصده وحست نفسها انها رخيصة، علشان كده رفضت وهزقته جامد وقالت له انا الغلطانة اني رخصت نفسي مع واحد زيك، لدرجة انها بقت بتشتمه باوحش الالفاظ. ساعتها اشرف لما لقاها اتعصبت جامد وبقت بتشتمه بالام، اعصابه فلتت هو كمان، وبدأ يغلط فيها هو كمان ويقول لها ما انت عملت معايا كل حاجة، جت على دي يعني وهتعملي نفسك محترمة. ساعتها دعاء اتعصبت اكتر واكتر وبقت بتشتمه باوحش الالفاظ اللي ممكن تتخيلها. فاشرف اتضايق جامد وقال لها وربنا لو ما جيتيلي البيت لندمك ندم عمرك، وقال لها ان هو معاه فيديوهات ليها وهم بيعملوا الحاجات دي، وانها لو ما جاتلوش البيت هيفضحها في كل مكان. ساعتها دعاء كانت بتحسبه ان هو بيهددها كده وخلاص علشان تروح له البيت، علشان كده قالت له اعلى ما في خيالك اركبه، وشتمته وقفلت السكة في وشه. ساعتها اشرف لما حس ان كرامته اتهانت خالص بسبب الشتيمة اللي اخدها، فقرر ان هو ينتقم منها. ويعدي يوم والتاني وفجأة ودعاء بتتصفح النت، لقت الناس كلها بتتكلم عنها وحاطين صورتها، ولما دخلت على اللينك اللي الناس بتبعته لبعض، اكتشفت ان الفيديوهات بتاعتها نازلة على مواقع غير اخلاقية. فساعتها دعاء تنهار من العياط وتقرر انها تتخلص من نفسها، وفعلا تدخل تجيب السكينة وتخلص على نفسها بيها. وبعد ساعتين 3 امها بتخش عليها الأوضة، فتلاقي بنتها سايحة في دمها ومرمية على الارض، فتفضل تصوت وتلم الناس والناس يبلغوا البوليس، وعلى طول الشرطة تيجي ويبدأوا يحققوا في الجريمة. وساعتها رئيس المباحث لما لقى الموبايل بتاعها مرمي على الارض، طلب من المتخصصين ان هم يفك الباسورد بتاع الموبايل ويفتحوه. ولما فتشوا فيه اكتشفوا ان دعاء ليها فيديوهات على النت غير اخلاقية والناس كلها بتتكلم عنها، وكان واضح جدا ان حد مصورها بدون علمها. ولما فتشوا في الشات اكتشفوا ان اللي عمل كده هو زميلها اشرف، ففورا يتم القبض على اشرف ويتحقق معاه. وعلى
الناحية التانية عبد الحميد اول ما يعرف ان بنته ليها فيديوهات على النت ومفضوحة كان هيتجنن، لدرجة ان هو كان بيفكر يخلص على نفسه بسبب الفضيحة اللي اتحط فيها. وعلى الناحية التانية وخلال التحقيقات مع اشرف يعترف بكل حاجة عملها وكل التفاصيل اللي حصلت ما بينه وما بين دعاء، وانه ما كانش يعرف ان الموضوع ممكن يوصل للدرجة دي ودعاء تخلص على نفسها، وان الموضوع كله بعلم امها شادية وهي كانت عارفة ان هو بيكلمها. ساعتها عبد الحميد لما يعرف نتيجة التحقيقات مع اشرف ويعرف ان مراته كانت عارفة ان بنتها مصاحبة وساكتة، فيطلقها فورا ويفضل يشتم فيها ويقول لها انت السبب في ضياع البنت. والحمد لله بعد تحقيقات كتير ومرفوعات كتير يتحكم على اشرف ب3 احكام. اول تهمة هي التصوير بدون اذن، وتاني تهمة هي الابتزاز والتشهير، وتالت تهمة هي التسبب في قتل دعاء، وكان مجموع الاحكام هي 25 سنة سجن. تخيل اللي في الصورة دي فجأة طلعت من بيتها وهي بتجري وبتصرخ بأعلى صوت، ولما الناس شافتها اكتشفوا انها طالعة من بيتها بدون ملابس، ولما سألوها في ايه ما كانتش عارفة ترد عليهم وتقول لهم ايه، ولكن في نفس الوقت الناس لقت جوزها جاي وراها جري وعايز يعمل فيها حاجة وحشة، ولما سألوه في ايه رد عليهم بأغرب رد ممكن تسمعه في حياتك. والسؤال هنا ايه اللي يخلي واحدة تجري في الشارع وهي بدون ملابس؟ وليه جوزها بيجري وراها بالطريقة دي وعايز يعمل فيها ايه بالظبط؟ كل ده هنعرفه خلال الحلقة ان شاء الله. بس قبل ما ابدأ عايز ادي تحية لكل الناس اللي بتعمل لايك قبل ما بتشوف الفيديو اصلا. شكرا جدا لحضراتكم، تقديركم ده على راسي والله. يا ريت تعرفني في الكومنتات لو كنت واحد من الناس دي. صلى على النبي وتعالى نبدأ. انا اخوك احمد حسني وده برنامج الحكاية من الاخر. اهلا بيكم مرة تانية. اللي في الصورة ده اسمه احمد عبد الله السيد، عنده 20 سنة ومن محافظة الجيزة. احمد كان بادئ حياته وهو متعقد نفسيا لان ابوه عبد الله كان شغال شغلانة بسيطة خالص عبارة عن انه بيسلك البلاعات المسدودة في الشارع. طبعا احلى تحية للناس اللي بتشتغل الشغلانة دي، انتوا والله العظيم ابطال، والله يكون في عونكم. المهم احمد وهو صغير كان مستعر من الشغلانة بتاعت ابوه لان العيال في المدرسة كانوا بيعايروه بيها، علشان كده احمد كانت ثقته بنفسه ضايعه خالص، لدرجه ان هو طلع من المدرسه وهو في تاني اعدادي وما كملش تعليمه، وفضل ان هو يشتغل ويكسب فلوس بعرق جبينه احسن من التعليم وتضييع الوقت على الفاضي. ساعتها ابوه عبد الله حاول يخليه يكمل تعليمه باي طريقه، ولكن احمد كان رافض خالص، فعبد الله اضطر يطرده بره البيت علشان يمكن يخاف ويسمع كلام ابوه. بس احمد كان معاند برضه ومصمم ان هو ما يكملش تعليمه. والمصيبة ان احمد كان بيذل ابوه على الشغلانة اللي هو بيشتغلها، وكان دايما بيقول له انت السبب في ان العيال تتريق عليا وتفضحني. فعبد الله كان بيزعل جامد لدرجة ان هو كان بيفضل يضربه ويشتم فيه علشان يتعدل، ولكن كل ده بيبقى من غير فايدة. وفي مرة احمد كان بيتخانق مع ابوه كالعادة، وفجأة ابوه بيتعب وبيتوفى. ساعتها احمد بيكتئب جدا لدرجة ان هو كان عايز يخلص على نفسه، بس امه اللي اسمها جمالات بتلحقه وبتفضل واقفة جنبه واخدة بالها منه لان احمد كان قرب يتجنن فعلا. ويوم ورا يوم احمد كان بدأ يفوق من حالة الاكتئاب اللي دخلها، وبقى بينزل شغل ويعيش حياته، بس كان برضه لسه شاب طايش. وفضل الحال ده مستمر فترة كبيرة جدا لحد ما احمد كبر وعقل شوية وبقى شايل مسؤولية، وساعتها فهم ان اللي كان بيعمله ده كله غلط، وحاول يصحح غلطه ويرجع للتعليم تاني وهو عنده 20 سنة، بس معرفش لان الشغل كان عليه كتير والمستلزمات كانت اكتر، وده لان كان واخد شقة بالقسط وبيسدد كل شهر مبلغ كبير. وفضل الحال ده مستمر فترة لحد ما احمد بقى عنده 22 سنة، وساعتها كان بيدور على عروسة علشان يتجوز ويستقر في حياته. وبعد مدة في واحدة قريبته قالت له انا عندي ليك عروسة زي القمر، فاحمد لما صدق لانه بقاله كتير بيدور على عروسة ومش لاقي، واي عروسة كان بيروح لها كان بيبقى شكلها مش جميل قوي زي ما هو عايز،
علشان كده احمد كان بيرفض اغلب العرايس اللي كان بيشوفهم. وساعتها احمد اشترط على قريبته انها تجيب له الصورة بتاعت العروسة يشوفها الاول، لو عجبته هيبقى يروح يتقدم لها ويخطبها، ولو ما عجبتهوش يبقى وفر على نفسه المشوار بتاع الزيارة. فقريبته قالت له هحاول اجيب لك الصورة من غير ما هي تعرف. وفعلا بعدها باسبوع قريبته تعرف تجيب الصورة بتاعت العروسة. فاحمد اول ما يشوف الصورة تعجبه جدا، وقال لقريبته هي بجد جميلة كده ولا حاطة فلتر؟ فقريبته قالت له لا، دي الصورة مش مبينة جمالها كمان، لان هي في الحقيقة اجمل من كده بكتير. فاحمد قال لها حددي ميعاد ليا مع ابوها في اقرب وقت علشان اروح اخطبها. وفعلا بعدها ب3 ايام قريبته اتصلت بيه وقالت له الجمعة الجاية هتروح تتكلم مع ابو العروسة. ولما احمد بيروح ويدخل عند العروسة ويشوفها بيكتشف فعلا انها جميلة جدا فوق ما كان يتوقع. وساعتها احمد اتكلم مع ابو العروسة وقال له ان هو عنده شقة والحمد لله شغال شغلانة كويسة بمرتب كبير. فابو العروسة يوافق مبدئيا على الخطوبة وكمان يقرأ الفاتحة، ويخلي احمد يقعد يتكلم مع العروسة اللي بيبقى اسمها تغريد علشان يتعرفوا على بعض. وساعتها تغريد يعجبها احمد جدا وكانت بتتكلم حلو قوي معاه، ولكن اول ما بتعرف ان احمد جاهل ومش بيعرف يقرأ ولا يكتب معاملتها بتتغير معاه 180 درجة. ولما احمد لاحظ ان تغريد بقت بتعامله وحش قال لها مالك؟ فتغريد قالت له انا في الاول كنت موافقة عليك لانك شكلك محترم وابن ناس، ولكن ما كنتش اعرف انك جاهل ومش مكمل تعليمك، وانا بصراحة مش هقبل على عيالي ان ابوهم يبقى مش مكمل تعليمه ولا حتى بيعرف يقرأ ولا يكتب. ساعتها احمد وشه بيجيب الوان والابتسامة اللي على وشه بتتحول لذهول، لانه ما كانش متوقع رد فعل تغريد ده خالص. والمصيبة ان احمد خلال القعدة كان بدأ يحبها ويتعلق بيها، علشان كده حاول يتكلم معاها تاني ويقول لها ان هو ما كملش تعليمه علشان كان غصب عنه، ولكن تغريد كانت مصممة انها ترفض وما تكملش الخطوبة. ولما احمد فضل يتحايل عليها علشان تديله فرصة يكمل تعليمه حتى، تغريد نادت على ابوها وبكل قلة ذوق قالت لابوها ان هو يطرد احمد بره. ساعتها احمد كان هيعيط من كتر الاحراج وما كانش عارف يعمل ايه ولا يتصرف ازاي، علشان كده اخد بعضه ومشي من غير ما ينطق بولا كلمة. ولما روح البيت فضل يعيط على الموقف اللي حصل له ده، وحلف ان هو مش هيتجوز وهيفضل طول عمره عازب. وفي نفس الوقت كان بيلوم نفسه ان هو ما كملش تعليمه، وافتكر كلام ابوه لما كان بيتحايل عليه علشان يكمل تعليمه. وساعتها احمد فضل مكتئب في البيت مدة كبيرة جدا حوالي شهر، وما كانش له نفس ياكل ولا يشرب ولا يعمل اي حاجة، وكمان كانت راكم عليه اقساط كتير جدا. علشان كده اضطر ينزل يشتغل ويشوف حياته فيها ايه، وقرر ان هو مش هيوقف حياته علشان موقف زي ده، وهينسى اي حاجة حصلت له وكأنها ما حصلتش اصلا. ولكن للأسف ما كانش عارف ينسى تغريد خالص، وكانت طول الوقت في باله. وفضل الحال ده مستمر مدة كبيرة حوالي 2 سنين لحد ما احمد يوصل ل 24 سنة. ساعتها امه جمالات كانت بتتحايل عليه علشان يتجوز ويخلف، لانها كانت عايزة تشوف عياله قبل ما تموت. فاحمد في الاول كان رافض الموضوع خالص، ولكن بعد زن كتير من امه يوافق ان هو يدي لنفسه فرصة تانية في موضوع الجواز ده. وساعتها امه بنفسها هي اللي قررت انها تدور له على عروسة، بس للاسف ما كانتش لاقية اي عروسة مناسبة لاحمد، او بمعنى اصح ما كانتش لاقيه المواصفات اللي احمد كان عايزها، لان احمد كان عايز عروسه شكلها جميل جدا. وفضل الموضوع ده مستمر فتره لحد ما ام احمد تشوف عروسه قريبه من المنطقه بتاعتها، فعجبتها جدا لان كان شكلها حلو وكانت مبينه جزء من شعرها، فكان باين ان شعرها برضو حلو. فجمالات شافت ان العروسه دي مناسبه جدا لاحمد، علشان كده مشيت وراها علشان تعرف فين بيتها بالظبط، وفي نفس الوقت تسال على اهلها هل كويسين ولا مش كويسين. وفعلا توصل لبيتها وتسأل عليها الجيران بتوع المنطقة، فأغلب الجيران ما يرضوش يردوا عليها، وكل اللي على لسانهم بيقولوا لها ربنا يصلح الحال. وفي جيران تانية ردوا عليها وقالوا لها إن البنت دي اسمها ولاء صبري ومحترمة جدا وملهاش دعوة بأي حد، وأمها توفت وهي صغيرة جدا وأبوها هو اللي رباها. فأم أحمد فرحت جدا إن البنت طلعت محترمة.
وبسرعة رجعت البيت اتكلمت مع أحمد وقالت له أنا لقيت لك عروسة حلوة جدا، وحكت له على كل حاجة حصلت. فأحمد قال لها أشوفها الأول من بعيد لبعيد وبعد كده أبقى أحكم هل هي حلوة ولا لأ. وفعلا تاني يوم أمه أخدته على المنطقة اللي فيها ولاء وفضلوا مستنيينها لحد ما نزلت وأحمد شافها، فساعتها عجبته جدا وقال لأمه إن هو موافق يخطبها. فأم أحمد بسرعة مشيت ورا ولاء واتكلمت معاها وسألتها هو أنت مرتبطة ولا لأ؟ فولاء قالت لها أنت مين وبتسألين السؤال ده ليه؟ فجمالات قالت لها أنا عايز أطلب إيدك لابن اللي واقف هناك ده، وشاورت لها على أحمد. فولاء استغربت الموقف جدا وكانت عايزة تضحك بسبب التصرف ده بس مسكت نفسها، ولكن في نفس الوقت أخدت بالها من تفصيلة مهمة جدا، وهو إن أحمد شكله غلبان قوي ومش لافف ولا داير زي بقية الشباب. علشان كده قالت لأم أحمد إنها موافقة واديتها رقم أبوها صبري، وساعتها المفروض والطبيعي إن أحمد هو اللي يكلم صبري أبو ولاء، ولكن ده ما حصلش وخلى أمه هي اللي تكلم صبري. وفعلا حددوا ميعاد علشان يتقابلوا فيه، وخلال القعدة أحمد اتصدم لأنه أخد باله إن ولاء شكلها وحش جدا، وإنه لما شافها أول مرة كانت حاطة ميك اب كتير ومغيرة ملامحها وهو ما أخدش باله. علشان كده كان عايز يقوم ويمشي من القعدة، ولكن أمه منعته وقالت له اقعد، البنت شكلها محترمة وبنت ناس، وغصبت عليه إن هو يقرأ الفاتحة ويتفق على الخطوبة. فساعتها أحمد اضطر يوافق لأن أمه كانت هتزعل جدا لو موافقش. وبعد ما قرأ الفاتحة اتفقوا على ميعاد الخطوبة وكل حاجة تخص الجواز. وفعلا بعد مدة قصيرة تتم الخطوبة ما بين أحمد وولاء. في الأول أحمد ما كانش مرتاح لولاء خالص، وكل شوية كان بيتلكك علشان يفسخ الخطوبة، لدرجة إن هو كان بيتخانق معاها على الفاضي وعلى المليان. ولكن ولاء كانت دايما بتعدي الخناقات دي وتكبر مخها علشان هي ما كانتش مركزة مع أحمد أصلا، وكانت بتاخده على قد عقله زي العيل الصغير. وعلى الناحية التانية هي كانت خرباها وبتحب واحد تاني خالص وواخدة أحمد ككوبري علشانه. إزاي ده هنعرف دلوقتي إن شاء الله. والمصيبة إن أحمد لما كان بيشوفها إنها دايما بتهدي الدنيا ومش بتعمل مشاكل معاه، مع الوقت بدأ يتعلق بيها ويحبها، لدرجة إن هو وصل لمرحلة إن هو مش قادر يستغنى عنها. علشان كده لما لقى إن الحالة المادية بتاعته بقت كويسة والشقة بتاعته جاهزة من مجاميعه، قرر إن هو يقدم ميعاد الفرح علشان يتجوز ويفرح أمه جمالات اللي كانت عايزاه يتجوز بأي طريقة. وفعلا خلال وقت قصير جدا تتم الجوازة ما بين ولاء وأحمد. وفي اول الجواز الحياة ما بينهم كانت مستقرة جدا، واحمد كان فرحان ان هو اخيرا اتجوز وبقى ليه بيت مستقل. وساعتها احمد كان مقرر ان هو هيخلي بيته ده احسن بيت ومش هيخليه محتاج اي حاجة. علشان كده بعد شهر العسل احمد بدأ ينزل يشتغل بدل الشغلانة 2 و3، كل ده علشان يوفر حياة كريمة لمراته ولاء ويجيب لها اللي هي عايزاه. ولكن للأسف في نفس الوقت ده ولاء كانت بدأت تزهق من احمد لانها كانت شايفاه ممل ودايما غايب عن البيت وكأنه مش موجود في حياتها خالص. والمصيبة انها لما زهقت منه بدأت تحن للشباب اللي كانت بتكلمهم قبل الجواز، وللأسف رجعت تتواصل معاهم في التليفون ويحبوا في بعض زي الاول بالظبط. ومرة في مرة الكلام اللي ما بينهم بدأ يتطور من كلام حب وبس لكلام خارج. وعلى الناحية التانية احمد كان مفحوط في الشغل ومش حاسس بالبلاوي اللي بتعملها مراته ولاء. والمصيبة ان الموضوع بالنسبة لولاء مش بيقف عند كده وبس، لا ده الشباب اللي كانت بتكلمهم بدأوا يزنوا عليها انهم عايزين يجولها البيت. في الاول ولاء رفضت الموضوع وقالت لهم انها مستحيل تعمل حاجة زي دي، لدرجة انها زعلت منهم وقطعت معاهم الكلام. ولكن للأسف بعد كده هي اللي رجعت تكلمهم تاني ووافقت انها تخليهم يجولها البيت لما لقت ان الدنيا امان واحمد بيخرج من صباحة ربنا وبيجي بالليل متأخر. فقالت لنفسها مش هتخسر حاجة يعني لما تجرب مرة، ونسيت خالص ان الحاجة دي من الكبائر العظيمة اللي بتدمر صاحبها. والمصيبة انها نفذت الموضوع على طول، وفي اول مرة كانت خايفة جدا لحسن حد يشوفها او يمسكها، علشان كده كانت حريصة جدا وخلت الشخص اللي يجي
يستحملها يلبس نقاب كأنه واحدة ست، مع انها اصلا كان يعتبر عايشة في بيت لوحدها، واغلب الشقق كانت فاضية لان المنطقة اللي كانت فيها كانت تبع الاسكان الاجتماعي وتعتبر جديدة وما فيهاش اي حد غير ناس قليلة. والمصيبة ان ولاء لما الموضوع عدى بخير وسلام من غير ما حد يشوفها ولا يمسكها، قلبها جمد والحوار عجبها جدا، وللاسف بقت تكرر الموضوع ده مع شباب كتير. ويا ريت الموضوع يقف على كده وبس، لا دي بقت تاخد الموضوع ده كمهنة. طب ازاي؟ هقول لكم دلوقتي. ولاء لما لقت ان الدنيا ماشية معاها والشباب بيدخلوا البيت ويخرجوا من غير ما حد يشوفهم ولا يمسكهم، قررت انها تستفاد ماديا من الموضوع ده، وبدأت تاخد من الشباب فلوس على اساس انها بتستلف منهم، وطبعا ما كانتش بترجع الفلوس دي، والشباب كانوا بيتكسفوا يطلبوا منها الفلوس دي تاني علشان عارفين ان هم لو طلبوا منها الفلوس ممكن ولاء تزعل وما تخليهمش يجوا تاني، علشان كده كانوا بيسكتوا خالص وكأنها ما استلفتش منهم اي حاجة. ولكن بعد كده ولاء بدأت تتقل عليهم وما تخليهمش يجولها البيت، ومرة في مرة بدأت تقول لهم ان مفيش حاجة ببلاش، لو عايزين تيجوا يبقى بمقابل مادي. في الاول الشباب حسوا انها بتستغلهم، ولكن بعد كده وافقوا. والمشكلة ان ولاء ما كانتش بتجيب شاب واحد بس في الشقة، لا دي كانت بتجيب بالاتنين مع بعض في المرة الواحدة، حاجة كده قمة السفالة وقلة الاحترام. والمصيبة ان احمد في نفس الوقت ده كان عايش في مية البطيخ، وبالنسبة لاخواتنا اللي مش من مصر، مية البطيخ ده تعبير مجازي معناه ان الشخص مش فاهم اي حاجة في اي حاجة ولا داري باللي بيحصل حواليه وبيتعامل بسذاجة. وفضل الحال ده مستمر فترة كبيرة، والدنيا كانت حلوة جدا مع ولاء، لحد ما في مرة أحمد يبدأ يشك في ولاء لأن تصرفاتها بقت غريبة جدا، وفي نفس الوقت سمعتها كانت وحشة، والجيران اللي كانوا ساكنين معاها في نفس المنطقة بدأوا يتكلموا عليها. في الأول أحمد كان بيطنش الكلام ده، ولكن لما لقى إن الكلام كتر وفي كذا واحد في المنطقة لمحوا له إن بيشوف رجالة بتدخل بيته، فأحمد قال إن هو لازم يتأكد بنفسه، علشان كده قرر ان هو في مرة يرجع من الشغل بدري ويشوف هل الكلام ده صح ولا لا. وفعلا تاني يوم على طول احمد يرجع من الشغل بدري، واول ما يدخل البيت يتفاجئ ان مراته معاها 2 رجالة في الشقة. ساعتها احمد اتصدم وما كانش مصدق اللي شايفه قدام عينيه، وحاول يخلص على ولاء والاتنين الرجالة اللي كانوا معاها، ولكن معرفش لانهم هما الاتنين كانوا اقوى منه وضربوه جامد علشان يهربوا. وفعلا في واحد منهم نجح ان هو يهرب، ولكن التاني احمد قدر يمسك السكينة ويضربه في رقبته بيها، وفي لحظتها الشخص ده وقع على الارض وقطع النفس. فساعتها ولاء اول ما تشوف المنظر تتخض جامد وتطلع تجري من الشقة وتفضل تصرخ في الشارع وهي بدون ملابس. فالناس اول ما يشوفوا منظر ولاء وهي بدون ملابس يتصدموا جدا، وفي نفس الوقت يسألوها في ايه، فولاء ما كانتش عارفة ترد عليهم وتقول لهم ايه ولا تتصرف ازاي، علشان كده سكتت خالص. وفجأة الناس لقت احمد طالع ومعاه السكينة وكان عايز يموت ولاء، ولكن الناس مسكوه بالعافية وحاولوا يفهموا منه في ايه، فقال لهم ان هو قفش ولاء وهي معاها 2 رجالة في الشقة في اوضاع مخلة، وفي واحد منهم انا خلصت عليه والتاني طلع يجري. وساعتها احمد حاول يهرب من الناس اللي كانت ماسكاه علشان يخلص على ولاء هي كمان، ولكن معرفش لان الناس كانوا ماسكينه جامد. وفي نفس الوقت الناس تبلغ البوليس على الواقعة دي، وخلال وقت قصير جدا البوليس يجي ويقبض على ولاء واحمد. وساعتها احمد كان مفكر نفسه ان هو هيطلع براءة لانه قتل دفاع عن الشرف، ولكن اكتشف ان مفيش حاجة في القانون اسمها كده، وكان هيتحكم عليه بالاعدام بتهمة القتل العمد. بس الحمد لله المحامي بتاعه عرف يثبت ان القتل كان بعذر بسبب الاستفزاز ومفيش اي سابق اصرار ولا ترصد، علشان كده اتحكم على احمد بحكم مخفف خالص اللي هو 1 سنة سجن، واتحكم على ولاء ب2 سجن بتهمة ممارسة افعال منافية للاداب. وبالنسبة للشخص التاني اللي هرب الحمد لله اتجاب واتحكم عليه ب2 سجن. تخيل اللي في الصورة ده استغل سفر اخوه وقعد يلعب على مراته علشان يوقعها، والمصيبة انه نجح في كده فعلا، وبقى بيحصل ما بينهم حاجات مش محترمة، واستمر الوضع ده كتير، ولكن في الاخر ستر ربنا هيتكشف عنهم وهيحصل حاجة مستحيل العقل البشري يتخيلها. ولو كنت فاكر ان هم هيتقفشوا ويتفتحوا كده تبقى غلطان والله، لان هيحصل مصيبة اكبر من كده ب1,000,000 مرة. ايه اللي حصل بالظبط وازاي اخ يبقى بالقذارة دي
دي؟ كل ده هنعرفه خلال الحلقة ان شاء الله. صلى على النبي وتعالى نبدأ. انا احمد حسني وده برنامج الحكاية من الاخر. اهلا بحضراتكم مرة تانية. اللي في الصورة ده اسمه نبيل مصطفى السيد، عنده 19 سنة وخريج دبلوم تجارة. عائلة نبيل اللي كانت بتتكون من 5 افراد كانت فقيرة جدا، وساعات كتير الحاج مصطفى اللي هو ابو نبيل ما كانش بيعرف يوفر الاكل لعياله، ده لانه ما كانش شغال شغل منتظم، وكان شغال فواعلي باليومية، يعني ممكن يشتغل يوم ويقعد ايام كتير من غير شغل، فبالتالي ما كانش بيدخل لبيته فلوس كتير. اللهم ارزقهم من وسع، لان الناس دي بتتعب جدا، قولوا امين. نبيل ما كانش عاجبه الوضع بتاع العيله بتاعته دي، علشان كده اول ما اخد الدبلوم قرر ان هو ينزل يشتغل ويصرف على العيله، وفعلا فضل يدور على شغل يكون بمرتب محترم ولكن ما لقاش، واغلب الشغل اللي كان متاح قدامه كان بفلوس قليله جدا ما يكفيش اصلا مصاريفه الشخصيه. فنبيل لما لقى الوضع كده اتعقد جدا، لانه كان بيحسب نفسه بعد ما يتخرج هيشتغل بفلوس كتير جدا والدنيا هتلعب معاه، ولكن اتصدم بالوضع الصعب اللي قدامه. علشان كده نبيل فضل قاعد في البيت حوالي 3 شهور من غير ما يشتغل ولا يعمل اي حاجة، لحد ما في مرة نبيل كان قاعد مع واحد صاحبه على القهوة وبيحكي له على الوضع اللي هو فيه، وانه مش لاقي شغل وحالته المادية ضايعة خالص. فساعتها صاحبه قال له حلك الوحيد انك تشوف لك سفرية بره طالما عايز تبقى غني بسرعة. في الاول نبيل كان واخد كلامه بعدم جدية، ولكن لما صاحبه قال له ان جوز اخته كانت حالته المادية ضايعة خالص زيك كده، وبعد كده سافر اشتغل بره، ودلوقتي بقى عنده بيت وعربية وعايش عيشة مرتاحة. ساعتها نبيل أخد الموضوع بجدية وبدأ يفكر فعلا إن هو يسافر يشتغل بره. وتاني يوم على طول نبيل بدأ ينزل يلف على مكاتب السفر علشان يشوف إيه الأوراق والإجراءات المطلوبة علشان يسافر، ولكن لقى إن أغلب المكاتب عايزة أصحاب المهن الحرفية وأصحاب الخبرات، ونبيل ما كانش عنده خبرة في أي حاجة. وساعتها نبيل مش بييأس وبيفضل يدور على مكاتب تكون بتصفر بدون خبرة أو شهادات. وبعد تدوير كتير نبيل أخيرا بيلاقي فرصة سفر لأحد الدول الأوروبية، بس المشكلة بالنسبة له إن المكتب اللي هيسفره عايز فلوس كتير، فنبيل ما كانش عارف يعمل إيه ولا يتصرف إزاي في الفلوس دي، وفضل يدور على حد يسلفه ولكن ما لقاش، لحد ما في الآخر في واحد صاحبه قال له ممكن تخلي أمك وأبوك ياخدوا قرض بالمبلغ اللي أنت عايزه، وبعد كده لما تسافر وتشتغل ابقى ابعت لهم الفلوس يسددوا القرض ويصرفوا على نفسهم. في الاول نبيل كان متردد يكلم ابوه في موضوع القرض ده، ولكن بعد كده لما شاف ان السفر ده فرصة وممكن ما تتكررش تاني اتجرأ واتكلم مع ابوه وفهمه على كل حاجة هو ناوي عليها. فالحاج مصطفى قال له ماشي مفيش اشكال، وفعلا اخدوا القرض بعد معاناة وحوارات كتير. ولكن لما راح يدفع الفلوس للشركة ويعرف ايه الورق المطلوب والاجراءات المطلوبة بالظبط، اكتشف ان الشركة دي هتصفره عن طريق البحر بطريقة غير شرعية. نبيل أول ما يسمع كده بيتصدم ويتردد يوافق ولا لأ، بس في الآخر بعد تفكير كتير بيوافق إن هو يسافر بطريقة غير شرعية، وفعلا بيدفع الفلوس للشركة لأنه ما كانش قدامه حل تاني. وساعتها نبيل ما قالش لأبوه وأمه ولا لأي حد إن السفر هيبقى عن طريق البحر وبطريقة غير شرعية، لأنه عارف لو قال لهم حاجة زي دي مش هيرضوا أبدا وهيخلوه يقعد في البلد. وخلال وقت قصير جدا نبيل كان مجهز نفسه للسفر ومسافر. وساعتها أول ما ركب المركبة كان خايف جدا لأن المركبة كانت مليانة شباب كتير غيره، وفي نفس الوقت كان بيسمع إن في شباب كتير غرقت في الهجرة الغير شرعية دي. وبرغم كده نبيل قرر إن هو يكمل في الهجرة وما فكرش في لحظة إن هو يرجع في كلامه أو يخاف على حياته. وفعلا المركبة بتسافر بيهم، وفي البحر للأسف المركبة كلها كانت هتغرق، وكل اللي على المركبة شافوا الموت بعينيهم
نفسهم، ولكن من ستر ربنا انهم بينجوا وبيوصلوا للبلد اللي هم رايحينها بالسلامة. واول ما نبيل وصل كان مفكر ان هو هيلاقي شغل بسهولة، ولكن اكتشف ان الوضع هناك اصعب من الوضع بتاع البلد بتاعته بكتير، وغير كل ده كان خايف لحسن يتمسك ويترحل لبلده تاني. وكل ما الوقت بيعدي نبيل كان حاله بيصعب اكتر واكتر، لدرجة ان هو كان بيبات في الشارع من غير اكل ولا شرب. وفضل الحال ده مستمر فترة قصيرة لحد ما في الاخر نبيل فكر ان هو يرجع بلده لانه اتبهدل كتير، وفعلا كان مقرر خلاص ان هو يسلم نفسه علشان يترحل. ولكن على اخر لحظة في واحد قال له ان في مطعم محتاج حد يقف في المطبخ يغسل مواعين، فساعتها نبيل قال يدي لنفسه اخر فرصة، لو مرتاحش هيسلم نفسه ويترحل. وفعلا بدأ يشتغل في المطعم ده بمرتب كويس جدا. ويوم ورا يوم الدنيا بدأت تتحسن معاه، وبدأ ياخد على الجو بتاع البلد ويفهم نظامها ايه بالظبط. وفضل الحال ده مستمر فترة كبيرة لحد ما نبيل تجيله فرصة انه يسوق اوضاعه في البلد الاوروبية اللي هو قاعد فيها دي عن طريق الشغل اللي شغال فيه، بمعنى ان هو يحول اقامته من غير شرعية لشرعية ويبدأ يشتغل عادي من غير ما يترحل ولا حاجة. وفعلا نبيل يسعى في الموضوع ده وينجح ان هو ياخد الاقامة الشرعية. يوم ورا يوم الدنيا بدأت تحلو معاه جدا، وبدل ما كان بيبعت لابوه فلوس القرض وبس، لا ده بقى بيبعت لهم فلوس كتير تعيش ابوه وامه واخوه واخته. باختصار يعني نبيل هو اللي كان بيصرف عليهم وهو بره البلد، لحد ما نبيل يقرر ان هو يتجوز. وساعتها كان محتار يتجوز من البلد اللي هو فيها ولا يتجوز من بلده، وبعد تفكير كتير نبيل قرر ان هو يتجوز من بلده افضل بكتير، لانه ما كانش لاقي بنات محترمة في البلد اللي هو فيها بسبب العادات والتقاليد بتاعتهم اللي غير البلد بتاعته خالص. فنبيل اتكلم مع ابوه وامه على اساس ان هم يشوفوا له عروسة تكون محترمة وجميلة في نفس الوقت. فابوه الحاج مصطفى قال له قبل ما تدور على عروسة لازم يكون عندك شقة، علشان لما نروح نتقدم لأي واحدة تكون جاهز للخطوبة والجواز على طول. فنبيل لما لقى كلام ابوه صح اتفق معاه ان هو يبعت له فلوس علشان يبدأ يبني له شقة فوق الشقة بتاعت ابوه وامه ويجهزها له من مجاميعه. ولكن للأسف الحاج مصطفى كانت صحته على قده خالص، علشان كده قال لابنه نبيل انا هعمل لك اللي انت عايزه، بس اخوك شادي هو اللي هيتولى موضوع بنى الشقة ده معايا، لان انا مش هيبقى فيه جهد اعمل كل حاجة لوحدي، وانت كل فين وفين ابقى راضي اخوك شادي بفلوس علشان ما ياخدش الموضوع بحساسية. فنبيل قال له انا كده كده براضيه، لانه في الاول وفي الاخر اخويا واحب اشوفه دايما بخير. وفعلا نبيل بدأ يبعت لابوه واخوه فلوس علشان يبنوا له الشقة. وللأسف ساعتها شادي كان بتاع مصلحته جدا، وكان بياخد من اخوه ضعف تمن الحاجة اللي هو بيجيبها. والمصيبة ان الحاج مصطفى كان عارف وكان بيسكت علشان يمشي الدنيا. وخلال 6 شهور الشقة بتاعت نبيل كانت جاهزة من مجاميعه. وساعتها لما شادي بعت لنبيل صور الشقة بعد ما جهزت، نبيل انبهر جدا لان الشقة كانت متوضبة حلو وعلى اعلى مستوى. ومن اللحظة دي ابوه وامه هيبدأوا يدوروا لنبيل على عروسة. وللأسف بعد ما دوروا كتير ما لقوش اي واحدة مناسبة خالص لنبيل، او بمعنى اصح ما فيش بنت كانت بترضى انها تتخطب لواحد مسافر وهيبقى اغلب الوقت بعيد عنها. وفضل الحال ده مستمر فترة كبيرة وهم دايخين على واحدة تكون بنت حلال، لحد ما في الاخر شادي قال لهم انا عندي عروسة مناسبة جدا لاخويا نبيل. فالحاج مصطفى قال له انت واثق من اخلاقها وانها بنت ناس؟ فشادي قال له لو ما كنتش واثق في اخلاقها ما كنتش قلت لكم عليها. وبعد كده شادي كلم اخوه نبيل وقال له في واحدة معايا في الجامعة محترمة جدا وكمان سنها صغير، لو عايزني اجيب لك صورتها وابعتها لك علشان تشوفها، ولو عجبتك قول لي وانا وابوك نروح نخطبها لك. فنبيل قال له ماشي انا ما عنديش مانع، بس تفتكر هترضى تتجوز واحد مسافر اغلب الوقت؟ فشادي قال له دي زميلتي وانا عارفها كويس وممكن اقنعها لك انها تتجوزك عادي. وفعلا تاني يوم شادي بيتكلم مع زميلته اللي بيكون اسمها حبيبة وبيقول لها على موضوع الجواز من اخوه نبيل. فحبيبة في الاول رفضت واستغربت ازاي شادي يطلب منها طلب زي ده، ولكن بعد كده لما شادي اتكلم معاها اقنعها ان ده في مصلحتها وانها تبقى سعيدة. والسؤال هنا هي حبيبة استغربت ليه من طلب شادي؟ ان شاء الله هنعرف اجابة السؤال ده دلوقتي.
وساعتها شادي اخد من حبيبة صورتها وبعتها لاخوه نبيل، اللي اول ما شاف صورة حبيبة عجبته جدا لانها كانت جميلة. علشان كده نبيل قال لابوه وامه واخوه ان هو موافق عليها ويا ريت يخطبها له بسرعة. وفعلا خلال وقت قصير جدا الحاج مصطفى بيكلم ابو حبيبة وبياخد منه ميعاد وبيروحوا يقابلوه ويتفقوا على كل حاجة. وبعد كده نبيل اتكلم كاميرا مع العروسة وابو العروسة وتعرفوا على بعض. وساعتها نبيل كان فرحان جدا انه اخيرا ربنا رزقه بواحده جميله، وقال لابوه وامه انه هيبعت لهم فلوس علشان يجيبوا الشبكه ويخطبوا حبيبه. وفعلا خلال وقت قصير جدا الدهب جه وابوه وامه خطبوا حبيبه ولبسوها الشبكه. ومن اللحظه دي نبيل يبدا يتكلم مع حبيبه ويتعرف عليها اكتر واكتر. وساعتها حبيبه كانت بتحاول تهتم بنبيل على قد ما تقدر، ولكن كان دايما نبيل بيحس انها بتمثل عليه الاهتمام وانها مش بتحبه ولا حاجه، بس كان بيقول لنفسه لما ينزل البلد ويقابلها هياخدوا على بعض وتحبه. وفي نفس الوقت برضه طلب من اخوه شادي ان هو ياخد باله من حبيبة وهي في الجامعة ويشوفها هي بتعمل ايه بالظبط وبتقف مع مين. فشادي قال له حاضر، وبعدها قال له حبيبة دي انا عمري ما شفت حد في اخلاقها ولا في ادبها. فساعتها نبيل بدأ يطمن اكتر واكتر، وفضل الحال ده مستمر فترة كبيرة لحد ما نبيل اخد اجازة جواز من الشغل بتاعه وقرر ان هو ينزل علشان يتجوز حبيبة. وساعتها حبيبة اول ما عرفت ان نبيل حدد ميعاد الفرح وقرب يوصل البلد حاولت على قد ما تقدر انها تبين له انها بتحبه، وفعلا ده اللي حصل اول ما شافته. وللاسف الموضوع المرة دي دخل على نبيل وصدقها فعلا انها بتحبه، وساعتها كان مرتاح ليها جدا. علشان كده خلال وقت قصير جدا تتم الجوازة ما بين حبيبة ونبيل، ويسكن في الشقة بتاعته اللي كانت فوق الشقة اللي عايش فيها ابوه وامه واخته واخوه. وفي اول الجواز الحياة ما بينهم كانت مستقرة جدا، وحبيبة حرفيا كانت شايلة نبيل جوه عينيها علشان كانت عارفة ان دي فترة مؤقتة وكده كده نبيل هيمشي وهيسافر. وللأسف نبيل بعد ما قضى شهر العسل بتاعه سافر وساب حبيبة، ومن اللحظة دي هتبدأ اوحش حكاية ممكن تسمعها في حياتك. عايزك تركز في اللي جاي ده وتاخد بالك كويس. المهم حبيبة بعد ما جوزها سافر بأسبوعين 3 بدأت تتكلم مع شادي اخو جوزها، وكانت بتعتمد عليه في كل حاجة، او بمعنى اصح كانت بتخليه يجيب لها الطلبات بتاعة البيت، وكان بيطلع لها في الشقة بتاعتها. ده لان شادي كان زميلها في الجامعة واخدين على بعض. في الاول كان الموضوع عادي خالص، ولكن بعد كده الشيطان بدأ يلعب بيهم هما الاتنين، وللأسف مرة في مرة بدأ يحصل ما بينهم تجاوزات، وبعد كده بدأ يحصل ما بينهم حاجة محرمة. والمصيبة ان الموضوع ده ما كانش مرة ولا 2، لا ده حصل ما بينهم كتير، وكل مرة كان ربنا بيسترها معاهم. وابوه وامه ما كانوش بيشكوا خالص في ابنهم شادي، لان الحاجة دي مستحيل تخطر على بال ابليس نفسه. وللأسف فضل الحال ده مستمر فترة كبيرة حوالي 3 شهور، لحد ما اخت شادي اللي اسمها منار تبدأ تشك فيهم، لان شادي كان بيطلع في اوقات مش طبيعية خالص. علشان كده منار قررت انها تراقبهم وتشوفهم هما بيعملوا ايه بالظبط. وفعلا استنت في مرة لحد ما شادي طلع عند حبيبة، وطلعت اتصنتت عليهم من بره الباب علشان تسمع هما بيقولوا ايه، ولكن ما سمعتش اي حاجة خالص، وده خلاها تشك اكتر واكتر لان مفيش كلام طبيعي بيتقال. علشان كده قررت انها تستنى في مرة تانية وتحاول تطلع مفتاح على الشقة بتاعت مرات اخوها علشان تدخل عليهم فجأة وتشوفهم هما بيعملوا ايه بالظبط. وفعلا منار سرقت المفتاح وعملت عليه نسخة، واستنت لما اخوها طلع عند حبيبة وطلعت وراه وفتحت الباب من غير ما يحسوا ودخلت علشان تشوفهم بيعملوا ايه. واول ما دخلت اتصدمت بالمنظر اللي قصاد عينيها وما كانتش متخيلة ان ده ممكن يحصل، وساعتها بدأت تزعق وتصوت علشان تلم عليهم الناس، ولكن شادي لحقها وكتم نفسها علشان ما تفضحهمش، وقال لها انا مستعد اعمل لك اي حاجة مقابل انك ما تفضحناش. فمنار قالت له ربنا لفضحك عند ابوك وامك وعند كل الدنيا، وهتصل بنبيل واقول له على اللي شفته بعينيا. فشادي علشان حافظ اخته كويس وعارف انها بتاعت مصلحتها وممكن تضعف قدام الفلوس، قال لها انا والله العظيم هديكي فلوس عمرك ما تتخيليها مقابل انك تستري علينا. فمنار قالت له انت عبيط عايزنا ارطس اخويا نبيل بمقابل مادي؟ فشادي قال لها هديكي 20,000 جنيه مقابل انك تسكتي. منار اول ما سمعت المبلغ قالت له 30,000 جنيه وكأن
ما شفتش اي حاجة. وللأسف شادي عرف يشتري سكوت منار اخته بالفلوس اللي اصلا كان محوشها من الفلوس اللي كان بيبعتها له اخوه نبيل. والمصيبة ان شادي وحبيبة يا ريتهم يستكفوا وقالوا ان هما مش هيعملوا كده تاني، لا بالعكس بقوا يكرروا القرف ده كتير. وللأسف فضل الموضوع ده مستمر فترة لحد ما فجأة منار صحيت الصبح لقت ابوها وامها مش موجودين، فافتكرت ان هما راحوا مشوار او بيقضوا مصلحة. ولكن لما اتأخروا منار بدأت تقلق عليهم، وفي نفس الوقت اتصلت باخوها شادي علشان تسأله على ابوها وامها. فشادي قال لها انا معرفش عنهم حاجة، وانا زيك بالظبط صحيت ما لقيتهمش موجودين. فمنار حست من كلام اخوها شادي ان هو عارف حاجة بس مخبيها، علشان كده سألته انت فين دلوقتي؟ فقال لها انا رحت مشوار مع واحد صاحبي. وبرغم ان منار ما كانتش مقتنعة بكلام اخوها الا انها حاولت تصدقه. وبعد ما قفلت معاه طلعت سألت حبيبة مرات اخوها عن امها وابوها، فحبيبة ردت وقالت لها انا معرفش عنهم حاجة، وكان شكلها متوتر جدا ولكن كانت بتحاول تداري التوتر ده. فساعتها منار بدأت تشك فيهم اكتر واكتر لدرجة انها كانت متأكدة ان شادي وحبيبة ليهم علاقة باختفاء امها وابوها. علشان كده قررت انها تبلغ البوليس، ولكن قبل ما تروح تبلغ قالت تدور في اوضه الكراكيب اللي تقريبا محدش كان بيدخلها. واول ما نزلت في الدور الارضي وفتحت الاوضه اكتشفت ان ابوها وامها في حد مخلص عليهم ومنظرهم صعب جدا. فمنار فضلت تصرخ وتصوت من بشاعه المنظر. فالناس اللي في المنطقه اتلمت علشان يشوفوا في ايه، واول ما دخلوا على منار اكتشفوا الجريمه دي، ففورا يبلغوا البوليس على الواقعه. وفي نفس الوقت ده حبيبة أول ما تلاقي الوضع وصل لكده أخدت بعضها وهربت من البيت خالص. وخلال وقت قصير جدا البوليس يجي ويبدأ يحقق في الواقعة. وساعتها أول حاجة قالتها منار إن شادي وحبيبة ممكن يكونوا هما اللي عملوا كده. فالبوليس لما يطلع يستجوب حبيبة مش بيلاقيها، فيتأكدوا بنسبة كبيرة إن ممكن يكون كلام منار صح. وساعتها الطب الشرعي والمعمل الجنائي بيبدأوا يرفعوا الجثة، وفي نفس الوقت بيكثفوا البحث عن شادي وحبيبة. والحمد لله خلال وقت قصير جدا بيكونوا قابضين عليهم وبيبداوا يحققوا معاهم. في الاول شادي انكر ان هو ما يعرفش اي حاجه عن الجريمه دي، ولكن حبيبه اول ما اتمسكت اعترفت بكل حاجه وقالت انها هي وشادي كانوا مع بعض. وفجاه لقت حماتها وحماها موجودين قدامهم وشافوهم وهم في وضع مش تمام، وساعتها كانوا مصممين ان هم يفضحوهم ويبلغوا عنهم البوليس. علشان كده شادي اتهور واعصابه باظت لدرجه ان هو خلص عليهم ونزلهم في اوضه الكراكيب لحد ما يشوف هيعمل فيهم ايه ويتصرف ازاي. وفي نفس الوقت ده تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي يظهروا ويثبتوا كمان ان شادي هو اللي عمل كده، لان بصمته كانت موجوده على رقبتهم. فشادي لما لقى ان الجريمه لابساه اعترف بكل حاجه، وقال ان هو وحبيبه ايام الجامعه كانوا بيحبوا بعض بس ما كانش عارف يتجوزها خالص لان حالته الماديه كانت ضايعه. ولما عرف ان اخوه بيدور على عروسه ومش لاقي قال يضرب عصفورين بحجر واحد ويخلي اخوه يتجوز حبيبه علشان يبقى هو قريب منها. وفعلا ده اللي حصل، وبعد ما اخوه سافر بقى يعمل اللي هو عايزه هو وحبيبه. وفي نفس الوقت ده نبيل اول ما عرف الحوارات دي كلها طلق حبيبه، وبعد تحقيقات كتير ومرافعات كتير يتحكم على شادي بالاعدام ويتحكم على حبيبه ب10 سنين سجن. اللي في الصورة ده الناس كلها كانت بتحسبه مجنون وعنده خلل في عقله، لأنه فجأة وبدون أي مبررات مسك مراته وخلص عليها في وسط الشارع. ولما البوليس حقق معاه اعترف باعترافات صادمة. ويا ريت الموضوع يقف على كده وبس، لأ ده في حاجات تانية حصلت محدش يتخيلها. إيه اللي يخلي واحد يخلص على مراته قدام الناس؟ وإيه هي الاعترافات اللي اعترفها الشخص ده؟ وإيه علاقة الفيلم السيكو سيكو بالموضوع ده كله؟ كل ده هنعرفه خلال الحلقة إن شاء الله. صلى على النبي وتعالى نبدأ. أنا أحمد حسني وده برنامج الحكاية من الآخر. اهلا بحضراتكم مرة تانية. اللي في الصورة ده اسمه سامح فؤاد وعنده 25 سنة. سامح من افشل الشخصيات اللي ممكن تشوفها في حياتك، وبرغم فشله ده الا انه كان عايز يبقى غني بسرعة جدا لدرجة ان هو كان مستعد يعمل اي حاجة علشان خاطر الفلوس. والمشكلة ان هو هيبقى غني، بس زي ما حضراتكم عارفين ان الحرام عمره ما كان بيدوم. سامح كان من عيلة متوسطة ودخلها المادي يعتبر على قد خالص، وده لان ابوه كان بسيط وشغال باليومية في احد المصانع.
وامه الست الطيبة اللي اسمها نجوى كانت ربة منزل. واكبر مشكلة كانت بتواجه سامح من وهو صغير انه كان عنده اخ اكبر منه ب4 سنين واسمه طه. سامح كان دايما بيغير من اخوه جدا لانه كان دايما حاسس ان طه احسن منه في كل حاجة. علشان كده طول الوقت سامح كان بيحاول يثبت لنفسه ولابوه وامه ان هو اللي احسن من اخوه طه، وده لان للاسف ابوه وامه على طول كانوا بيقارنوا ما بينه وما بين اخوه، ودايما كانوا بيقولوا على سامح انه فاشل وطه احسن منه بكتير. والمصيبة ان بسبب التفرقة اللي الاهالي كانوا عاملينها دي سامح كان بيكره اخوه طه لدرجة ان هو كان نفسه يخلص عليه من كتر الغيرة اللي كانت فيه. وبسبب المقارنات دي برضو سامح طلع من التعليم وهو في اولى اعدادي علشان يريح دماغه من المقارنات دي، وساعتها اشتغل في شغلانات كتير علشان يجمع اكبر عدد من الفلوس ويبقى غني. ولكن مهما يشتغل كانت الفلوس اللي بياخدها على قد خالص، وفضل الحال ده سنين وسامح ما كانش بيتقدم في حياته خطوة واحدة. وعلى الناحية التانية اخوه طه كان دخل كلية الهندسة وتخرج منها واشتغل في شركة محترمة جدا بمرتب كويس، وبدأ يكون في مستقبله واحدة واحدة. ساعتها ابوه وامه كانوا فخورين بطه جدا لانه بقى مهندس قد الدنيا ورفع راسهم، على عكس سامح اللي كان اتعقد من حياته خالص وما كانش عارف يشتغل ايه ولا يجيب فلوس كتير منين ولا ينجح ازاي. وكل ما الوقت يعدي سامح كان بيضيع اكتر واكتر لدرجة ان هو بدأ يشرب مخدرات علشان يهرب من الواقع اللي هو فيه، وفي نفس الوقت كان متصاحب على شلة فاسدة. وفضل الحال ده مستمر فترة لحد ما في مرة سامح كان متقل في شرب المخدرات جامد، وفجأة وهو مروح بيتهم يتعب ويفقد الوعي خالص ويقع في الشارع. فالناس اللي كانت ماشية اتلمت عليه علشان يشوفوا فيه ايه. في الاول كانوا مفكرينه انه توفى، ولكن لما لقوا انه نبضه لسه موجود بس ضعيف فورا طلبوا له الاسعاف علشان تيجي تلحقه قبل ما يفارق الحياة. وخلال وقت قصير جدا الاسعاف تيجي وتوديه المستشفى حكومي. وساعتها سامح كان ما بين الحياة والموت لان قلبه كان قرب يتوقف خالص، بس الحمد لله الدكاترة بيقوموا معاه باللازم وبيقدروا يفوقوه. وفي نفس الوقت ابوه وامه واخوه لما بيعرفوا ان سامح في المستشفى بيروحوا علشان يشوفوا فيه ايه، ولما بيعرفوا ان سامح ما بين الحياة والموت بيزعلوا جدا. وبعد يومين لما سامح بيتحسن ابوه وامه واخوه بيقعدوا معاه وبيتكلموا معاه بالراحة خالص وبيحاولوا يفهموه ان السكة اللي ماشي فيها دي غلط، وانه لازم ياخد اخوه قدوة في حياته علشان الناس كلها شايفاه فاشل ومش قد المسؤولية. فساعتها سامح بالرغم ان هو ما كانش طايق اخوه وكان متضايق من كلامهم الا انه قرر فعلا يبعد عن سكة المخدرات دي خالص ويحاول يشتغل حاجة محترمة وينجح في حياته. وفضل يفكر هيعمل ايه ويشتغل ايه لحد ما في الاخر قرر ان هو يشتري ميكروباص بالقسط ويشتغل عليه في اي موقف. بس كانت المشكلة بالنسبة له هيجيب مقدم الميكروباص ده منين، فاتكلم مع ابوه على اساس ان هو يسلفه، فابوه قال له انا معيش فلوس خالص. وفي نفس الوقت اخوه طه لما عرف ان سامح عايز يمشي حلال ويجيب ميكروباص ويشتغل عليه قرر ان هو يساعده ويدفع المقدم بتاع الميكروباص، وكمان ضمن اخوه سامح عند البنك والوكيل. وبالرغم ان طه كان بيحوش علشان يجيب شقة ويتجوز فيها ولكن فضل اخوه على نفسه. وفعلا خلال وقت قصير سامح يخلص كل الاجراءات بتاعت الميكروباص ويستلمه. ومن اللحظة دي سامح قرر ان هو يتقي ربنا ومش هيركز غير في شغله بس. وفي الاول كانت الحالة مش احسن حاجة لانه ما كانش عارف يشتغل على خط ايه بالظبط، خصوصا ان هو كان مرخص الميكروباص بتاعه سياحي مش اجرة، يعني ملوش موقف معين او خط سير معين. وبعد تدوير كتير وخناقات كتير مع بتوع المواقف قدر الحمد لله يلاقي خط سير يشتغل عليه. وساعتها سامح كان مقرر ان هو يشتغل 4 أو 5 ساعات في اليوم بس وبعد كده يبقى يروح. وفعلا عمل كده اول شهر، ولكن جه في اخر الشهر لقى عليه مصاريف كتير وما كانش عارف يسدد قسط الميكروباص. وساعتها كان محتار هيكمل باقي القسط منين، ولكن لتاني مرة اخوه طه بيتدخل وبيكمل باقي القسط لسامح. وبعد كده طه قال له انا شايفك مش بتشتغل على الميكروباص كتير واغلب الوقت مركون تحت البيت، انت لازم تشتغل طول اليوم علشان تعرف تمسك فلوس وتسدد القسط اللي عليه. فسامح ساعتها مع ان كلام طه كان عادي ولكن سامح اخده بحساسية وقال له انت بتذلني وهتتحكم فيا علشان بتساعدني في سداد قسط الميكروباص. فطه قال له انا ولا بذلك ولا حاجة، انت علشان اخويا خايف عليك وعايز اشوفك بتشتغل وناجح. فسامح ساعتها ما كانش عارف يرد عليه ويقول له ايه، علشان كده سكت خالص وقال له حاضر.
ومن اللحظة دي سامح قرر ان هو يشتغل في الموقف في 12 ساعة علشان يمسك فلوس في ايديه ويعرف يدفع القسط. وفعلا تاني شهر لما اخد الشغل بجدية على اخر الشهر لقى معاه فلوس كتير وقدر يدفع القسط ويحوش كمان مبلغ محترم. وشهر ورا شهر الفلوس بدأت تجري في ايد سامح وتفيد كمان. وللأسف سامح لما لقى معاه فلوس كتير بدأ يرجع لسكة المخدرات دي واحدة واحدة وعلى خفيف. ويا ريت الموضوع يقف على كده وبس، لا ده كان بيجيب مخدرات ويشربها في الموقف، وكان بيطلع مصلحة من المخدرات نفسها وبيبيع جزء منها للسواقين اللي زيه بسعر بسيط. في الأول الموضوع كان عادي وما كانش مأثر على صحته، ولكن بعد كده لما بدأ يتعب ويحس إن قلبه بيوجعه فساعتها سامح افتكر أيام المستشفى وإنه كان ما بين الحياة والموت بسبب المخدرات. علشان كده قرر إن هو يبطل شرب مخدرات خالص. بس في نفس الوقت لقى إن حوار بيع المخدرات للسواقين ده ممكن يعمل معاه دخل إضافي، وبدل ما بيتعب وبيشتغل 12 ساعة في اليوم ممكن يريح خالص ويجيب مخدرات كتير يبيعها في الموقف ويشوف نفسه هيكسب ولا لأ. والمصيبة إن لما عمل كده الفلوس بدأت تكتر معاه أكتر وأكتر، ولقى نفسه إن هو بيكسب أكتر من شغلانة الميكروباص بكتير. وساعتها سامح فكر إن هو يركن الميكروباص خالص أو يجيب حد يشتغل عليه ويتفرغ هو لبيع القرف ده. ولكن لما عمل كده لقى نفسه إن هو ممكن يتمسك بسهولة لأن العيون كلها هتبقى عليه وهيبقى باين قوي إن هو بيبيع القرف ده. علشان كده سامح قرر إن هو يشتغل عادي وطبيعي خالص بالميكروباص، وفي نفس الوقت هيبيع لأي سواق عايز القرف ده، وبكده هيبعد عنه العيون والشكوك. والمصيبة إن الحوار ده نفع معاه جدا وكان بيكسب فلوس كتير خلال الشهر. وفي نفس الوقت ده اخوه طه حصل له مشكلة في الشغل، وده بسبب ان هو كان مسؤول على موقع والموقع ده اتسرق منه حاجات كتير كانت في عهدته. فساعتها طه قعد من الشغل وتحول التحقيق. فسامح اول ما عرف ان اخوه طه حصل له كده قعد واتكلم معاه على اساس يعني ان هو زعلان عليه وكده، ولكن هو في الحقيقة كان فرحان وشمتان فيه لانه اول مرة يحس ان هو احسن من طه في موضوع الشغل والفلوس، ونسي اصلا ان الفلوس اللي معاه دي كلها حرام واكيد مش هتدوم. فساعتها سامح بالرغم ان هو كان معاه فلوس وممكن يساعد اخوه طه ماديا الا انه ما عملش كده وعمل نفسه ان هو معهوش فلوس وان اللي جاي على قد اللي رايح. فعلا الغيرة والحقد والغل من اوحش الصفات اللي ممكن تكون في البني ادم. علشان كده لما ندخل الجنة ان شاء الله اول صفة وحشة ربنا هيشيلها هي الغل. وفضل الحال ده مستمر كده لحد ما الحمد لله الشركة عرفت توصل للي سرق العهدة من الموقع وطه رجع للشغل تاني، بس كانت نفسيته متدمرة بسبب اللي حصل ده. وفي نفس الوقت سامح فضل يجمع ويحوش في فلوس علشان يبقى غني، وفعلا كان جمع مبلغ كبير لدرجة ان هو دفع الاقساط اللي كانت على الميكروباص بتاعه مرة واحدة وفك حظر البيع اللي كان عليه. ولكن زي ما بيقولوا كده الحرام مش بيدوم، وكمان على نواياكم ترزقون. علشان كده في مرة سامح وهو شغال في الموقف واحد صاحبه بلغ عليه ان سامح بيبيع مخدرات في السر، وفعلا البوليس يجي ويقبض عليه. ولما يفتشوا سامح ويفتشوا الميكروباص بيلاقوا معاه مخدرات ولكن ما بتبقاش كتير زي ما كانوا متوقعين. ولما البوليس ياخدوا على الاسم سامح فضل يحلف بالله ان هو مش بيبيع حاجة وان المخدرات اللي معاه دي للاستخدام الشخصي ومش للبيع. وساعتها اخوه طه لما يعرف ان سامح اتقبض عليه اتصل بابوه وامه وقال لهم على الخبر على اساس ان هم يروحوا الاسم ويطمنوا عليه. ولكن ابوه وامه ما قدروش يروحوا الاسم لانهم كانوا كبروا في السن ومش بيقدروا يتحركوا. فطه ساب الشغل اللي في ايديه وراح بسرعة على الاسم علشان يشوف اخوه سامح عمل ايه واتمسك في ايه. واول ما وصل وعرف ان اخوه اتمسك في قضيه مخدرات غضب جدا، ولما قابل سامح اتعصب عليه وقال له مش قلتلك ان سكه المخدرات دي اخرها سودا؟ فسامح بص حواليه علشان يتاكد ان محدش سامعه وقال لطه انا ما كنتش بشربها انا كنت ببيعها. فطه سكت من كتر الصدمه، وبعد كده قال له ما كده انيل بكتير، انت كده هتتحبس مده كبيره وعمرك كله هيضيع في السجن. فسامح قال له ما ربنا سترها معايا لانهم يعتبروا مسكوا معايا كميه قليله خالص لا تكاد تذكر، وانا قلت لهم اني بستخدمها استخدام شخصي ومش ببيعها. فطه قال له لما تطلع هيبقى ليا حساب معاك وهأدبك من اول وجديد. وساعتها طه بيقوم لسامح محامي علشان يترافع عنه، وخلال المحاكمه بيتحكم على سامح ب6 شهور سجن لان القضيه اتأيدت فعلا تعاطي مش اتجار. وخلال ال6 شهور دول طه كان دايما بيزور اخوه في السجن علشان يطمن عليه. وبعد ما سامح قضى المده بتاعته في السجن وخرج طه قعد معاه وقال له ابوك
وامك دلوقتي بقى كبار في السن ومش هيستحملوا البهدله اللي انت بتبهدلها لهم دي، فلازم تعقل وتشتغل بما يرضي الله علشان تشوف مستقبلك وتتجوز وتخليهم يفرحوا بيك ويشوفوا عيالك، لان اقسم بالله لو ما اتعدلت هم هيتبروا منك وانا كمان هتبرى منك. فسامح ساعتها اتعصب عليه وقال له انت فاكر علشان انت الكبير هتعمل نفسك واصي عليا؟ لا مفيش الكلام ده، وبعدين انت عايزني اتجوز واشوف مستقبلي وانت نفسك مش عارف تتجوز ولا تجيب شقة ولا تكون مستقبلك اصلا؟ انت عايز نعمل حاجة انت نفسك فشلت تعملها. فطه زعل جدا لانه فعلا كان بيبذل اقصى جهد علشان يتجوز ويكون اسرة، ولكن معرفش، وده بسبب ان ساعتها كانت المرتبات قليلة وفي نفس الوقت الشقة كانت غالية والجواز في حد ذاته كان مكلف قوي. فطه سكت خالص وما كانش عارف يرد على اخوه ولا كلمة وسابه ومشي. وساعتها سامح قرر ان هو يغيظ اخوه اكتر واكتر ويثبت له ان هو احسن منه، علشان كده فكر ان بالفلوس اللي حوشها من المخدرات انه يشتري شقة ويفرشها ويتجوز فيها ويكون اسرة ويثبت لابوه وامه انه مش فاشل زي ما بيقولوا عليه. وفعلا خلال وقت قصير جدا سامح كان مشتري شقة وبدأ يجهز فيها ويفرشها، ولكن المشكلة بالنسبة له كانت في حوار العروسة ده، لأنه كل ما يجي يتقدم لأي بنت كان بيترفض بسبب إن هو ما كانش مكمل تعليمه وكمان كان رد سجود. وفضل سامح يدور على عروسة مدة كبيرة جدا لحد ما في الآخر زهق واتعقد خالص من حوار الجواز ده. وفي نفس الوقت ده كان في واحدة كبيرة في السن اسمها نادية، كانت فاتحة كشك صغير في الموقف بتبيع فيه شاي وقهوة للسواقين. فنادية أول ما عرفت إن سامح بيدور على العروسة خلت بنتها اللي اسمها أماني تفضل تلاغي في سامح يمكن يعجب بيها ويتجوزها. وأماني دي كان عندها 20 سنة وكانت برضه مش مكملة تعليمها. وفعلا سامح ما أخدش في إيد أماني غلوة، وبسبب الدلع والحنية اللي أماني كانت بتعامل سامح بيها سامح حبها وقرر إن هو يتجوزها. وساعتها طه بالرغم إن هو كان زعلان من أخوه علشان جرحه بالكلام آخر مرة، ولكن لما عرف إن سامح هيتجوز بنت بتاعت الشاي في الموقف راح وسأل عليها من بعيد لبعيد علشان يتأكد من أخلاقها ويطمن إن أخوها هيتجوز واحدة محترمة. ولما سأل عرف إن أماني عليها كلام كتير وإنها ماشية مع كذا سواق في الموقف بس في الدرة. فساعتها طه قعد مع أخوه سامح وحاول يمنعه من الجوازة دي، ولكن سامح كان مفكر إن طه غيران منه علشان هيتجوز قبل منه، علشان كده سامح طنش أخوه خالص وقال له أنا هتجوزها حتى لو قلت عليها إيه. وفعلا خلال وقت قصير جدا سامح يعمل الفرح وتتم الجوازة ما بين أماني وسامح. وساعتها أبوه وأمه وأخوه ما حضروش الفرح لأنهم ما كانوش موافقين على الجوازة دي. وفي أول الجواز الحياة ما بين سامح وأماني كانت مستقرة جدا، لأن أماني كانت لفة ودايرة وعارفة تتعامل مع سامح إزاي وتخليه يحبها إزاي. وفضل الحال ده مستمر فترة كبيرة ما بينهم من غير مشاكل. ولكن مع الوقت الفلوس بدأت تقل مع سامح لأن الميكروباص بدأ يقدم وبقى بيحتاج تصليحات كتير. فساعتها أماني علشان تساعد جوزها في المصاريف قالت لسامح انها ممكن تنزل تقف في الفرشة بتاعت الشاي في الموقف علشان تخفف ضغط المصاريف عليه. في الاول سامح رفض ولكن بعد كده وافق وقال لنفسه مفيش اشكال ان اماني تساعدني في المصاريف. وفعلا اماني نزلت تقف في الفرشة مكان امها، وبقت الفلوس اللي بتطلع من الفرشة بتدي جزء منها لامها والباقي بتساعد بيه سامح في المصاريف. وفضل الحال ده مستمر فترة كبيرة حوالي 4 شهور لحد ما في يوم سامح كان شغال عادي في الموقف وفجأة نزل من الميكروباص وهو ماسك مفتاح عجل وراح على الفرشة اللي مراته أماني واقفة فيها، وبدون سابق انذار فضل يضرب فيها على دماغها بمفتاح العجل لحد ما أماني فقدت الوعي وتوفت. ساعتها الناس اللي واقفة في الموقف استغربوا وفكروا انه مجنون، علشان كده خافوا منه وفي نفس الوقت حاولوا يمسكوه قبل ما يهرب علشان ما يأذيش حد تاني، على طول بيطلبوا له البوليس علشان يجي ياخده ويحقق في الجريمة دي. وفعلا خلال وقت قصير جدا البوليس يجي ويقبض عليه. في الاول برضو البوليس كان مفكره مجنون او شارب مخدر قوي مخليه بالحالة دي، ولما حاولوا يحققوا معاه ويفهموا منه ايه اللي حصل بالظبط سامح مرضاش ينطق بولا كلمة وكان في حالة صدمة شديدة. وبعد كده لما هدي بدأ يعترف بكل حاجة حصلت اليوم ده. ساعتها سامح قال ان هو كان شغال عادي زي كل يوم وفجأة حس ان السواقين
السواقين كلها بتبصله بنظرات مش تمام، فاستغرب وحاول يفهم فيه ايه، ولكن محدش قال له اي حاجه لحد ما جه واحد صاحبه اسمه هلال قال له ان مراتك منتشر ليها فيلم سيكو سيكو على النت، وفي سواق شاف الفيلم ده وحمله من على النت وبعته لكل السواقين اللي موجودين في الموقف. فساعتها سامح ما كانش مصدق الكلام ده وفضل يكذب في هلال، ولكن لما هلال وراله الفيلم وسامح اتاكد فعلا ان اللي في الفيديو دي مراته، غضب جدا لدرجه ان عقله غاب خالص ومسك المفتاح بتاع العجل وخلص على مراته. فساعتها النيابه تؤمر بالتحقيق في مدى صحه الفيديو وهل هو حقيقي ولا لا. وبعد التاكد ان الفيديو حقيقي واماني فعلا كانت بتمارس حاجات محرمه من ورا جوزها، فساعتها يتحول ورقه للمحكمه، وبعد تحقيقات كتير ومرافعات كتير يتحكم على سامح ب5 سنين سجن، لان سامح ارتكب الجريمه بدافع الاستفزاز والغضب المفاجئ بسبب الفعل اللي مراته عملته. ساعات كتير التفرقه ما بين الاولاد والمقارنه دايما ما بينهم بتعمل جواهم حاله من الحقد والغل لما يكبروا. علشان كده بلاش نفضل ولد عن ولد او بنت عن بنت ونعملهم كلهم زي بعض، ولما يبقى فيه واحد فيهم فاشل يا ريت نشجعه لحد ما ينجح، مش نفضل نحبطه لحد ما يفشل اكتر علشان ما يطلعش حياته كلها متلخبطه زي سامح كده. وعلى رأي المقولة العربية العظيمة اللي بتقول التربية في الصغر كالنقش على الحجر. ايوه عارف ان هي التعليم مش التربية. وكالعادة عندي سؤال لحضراتكم، مين الغلطان في الحوار ده كله؟ مستني رأيكم في الكومنتات ان شاء الله، هتابعها كلها. ما تنساش تقول لي انت بتتابعني منين علشان اديك احلى تحية، وتعمل لايك واشتراك وشير علشان ده بيساعدني جدا ان استمر. اشوفكم على خير، سلام.